السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. ويلا بينا عشان نبدا الفيديو. اول حاجه كده النهارده اجيب لكم فيديو جديد اخيرا. انا عارفه ان انا بقالي مده ما كنتش بعمل، مش اللي هو مده كبيره قوي، بس يعني مثلا ممكن يكون اسبوعين او اسبوع. عشان طبعا انتوا عارفين ان انا خارجين من اجازه العيد، ميرسي كل سنه وانتم طيبين. كنت بروح حاجات كتير قوي بجد، يعني لحد دلوقتي لسه ما لميتهاش، يعني بعمل لكم فيديو وانا لسه ما لميتهاش اصلا، بس عشان ما اتاخرش على الفيديو ده لان انا متاخره عليه اصلا. واللي انا هشرحه النهارده ده هو عندي امتحان بكره، فلازم اشرحه عشان يعني افتكره، فاهماني يعني، واكون برضو انجزت وخلصت من الفيديو ده. ماشي. بس ممكن يتاخر شويه في المونتاج يعني. مهم، انا عارفه برضو كان في كومنتين قبل كده. كان حد كان طالب حاجات برضو، ماشي. كان تقريبا حد كان عايز الفرق ما بين كلمة the same as و similar to و look like. ماشي. ده على فكرة انا كاتباه، يعني والله العظيم كاتبة اللي انا هشرحه، يعني دلوقتي مجهزاه، بس مش اي وقت ان انا اعمل فيديو. فازاي هيكون موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله، تمام؟ يعني ما تقلقوش، مش ناسي والله. ماشي. فده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي بعد ده، يعني بعد ما انزل ده هتكلم بقى عن الفرق ما بين اللي انا قلتهم يعني. ماشي. وفيديو كمان، في حد كمان قايل قبل كده في الكومنت عايز ان انا ادربكم يعني عن السكيلز وكده، اللي هي مهارات وكده. بصوا هو انا مش عارفه اتكلم عن السكيلز المهارات ازاي بالظبط، يعني اقول لكم ازاي نتدرب عليها وكده، بس كل اللي اعرفه ان انتوا تحلوا كتير. يعني هي مش منهج، فانتوا حلوا كتير عليها، اتدربوا كتير عليها جدا، حتى لو بتغلطوا حلوا كتير. يعني مثلا السكيلز مثلا بتشتمل على ايه؟ مثلا فيها كذا حاجه طبعا، فيها مثلا قطع زي الريدنج، قطع اللي هي ريدنج يعني، ومثلا الترجمه اللي هي ترانسليشن، والايساي المقال. تمام؟ ده اعتقد ده السكيلز المهارات يعني. ماشي. الترجمه نحلها ازاي؟ طب خلي الترجمه في الاخر. القطعه الاول نحلها ازاي؟ قطعه طبعا هو انا مش عارفه اقول لكم برده ايه اللي نعمل فيها ايه بالظبط، لان انا حاليا لحد دلوقتي بغلط فيها برده. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا حلوا كتير، يعني بتغلطوا في القطع حلوا كتير. هتقولوا لي ما هتيجي قطعه مختلفه، حلوا كتير. هتقولوا لي ما انا بغلط فيها ومش بفهمها وبيبقى في كلمات كتير زياده ما اعرفش معناها، حلوا كتير. يعني ما مش هقول حاجه اكتر من كده. حلوا كتير، حلوا كتير، وتحلوا وتشوفوا الاجابه بتاعتكم، يعني مش تحلوا خلاص، لا، انتوا كده مش هتستفادوا. لازم تحلوا القطعه وتشوفوا اجابات ليها. تمام؟ طيب، وبعدين كمان انتوا عشان تكونوا استفدتوا اكتر، يعني اكبر كم من القطعه، او استفدتوا الاستفاده الكامله يعني من القطعه، انك انتوا تطلعوا الكلمات اللي زياده اللي انتوا مش عارفين معناها. يعني مثلا وانتوا دلوقتي بتحلوا في القطعه اكيد هتلاقوا كلمات انتوا مش عارفين معناها، فانتوا طلعوها. وحتى لو مش هتحفظوها، يعني انا هقول لكم ايه، حاولوا تحفظوها بجانب الكلمات اللي عندكم في المنهج. مش احفظوها يعني، حاولوا، لان لحد دلوقتي انا مش عارفه احفظها. فانتوا حاولوا تحفظوها، يعني مثلا لو في وقت فاضي او كده. هو انا صراحه مأجلها للاجازه، مش عارفه اساسا، انا مفيش وقت الاجازه، ما اعرفش اساسا الاجازه بتضيع على ايه. بس مش انا شايفاها ان انا هحفظها في الاجازه يعني وكده. فانتوا سيبوها لوقت الاجازه يعني. ماشي. او لو ما بقتش تعرفوا تحلوها احفظوها يعني. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني انتوا طلعوا كلمات زياده اللي انتوا مش عارفين معناها وترجموها وخلوها في كشكول معاكم، حتى لو مش هتحفظوها دلوقتي، يعني خلوها تكون معاكم عشان تستفادوا من الكلمات دي، عشان لو ربما جت منها مش هتيجي كلها اكيد نفس الكلمات، بس ممكن تتكرر كلمه اتنين. تمام؟ مهم ان انتوا في القطعه يعني بالاخر حلوا كتير، حتى لو بتغلطوا. والكلمات اللي انتوا مش عارفين معناها ما تسيبوهاش وتطنشوا، لا، اهتموا بيها وخدوها يعني انتوا بتدخلوا القطعه دي فين كلمه انا مش عارفه معناها واطلعها، فاهماني؟ يعني ده يكون هدفكم ان انتوا تطلعوا الكلمات اللي انتوا مش عارفين معناها. ده اول حاجه عن القطعه. تاني حاجه بقى بالنسبه الايساي هو عايز تمرين كتير برضو، وان انتوا مش اول مره، يعني مش الايساي اللي انتوا تحلوه اخر السنه ده يكون اول ايساي تحلوه، لا، عايزاكم عادي انتوا طول الترم بتدربوا نفسكم او بتحلوا ايساي حتى اللي بيكون موجود في التست نفسه. ماشي. مش لو ضيعتكم برضو فيه، بس تحلوا برضو كذا مره، يعني كذا واحد على كل يونت حلوا واحد كده. والمفروض المدرس بنفسه يعني هو يقول لكم تحلوا. ماشي. المهم يعني كنت بقول ايه تاني؟ الايساي برضو اللي هو مقال عايز حفظ كلمات، يعني انت مش لازم تكوني، او انت مش لازم تكون حافظين اللي هو زي نظام اعدادي ده اللي انا كنا حافظينه كامل كده، لا طبعا، يعني ممكن يجي موضوع تاني مختلف. انتوا هتعبروا ازاي من نفسكم، فاهماني؟ فلازم يكون عندكم كلمات، يعني كلمات المنهج اصلا كافيه ان انتوا تكتبوا بيها ايساي. تمام؟ اللي هو المقال يعني. وكمان عشان تكتبوا مقال صح، انا بعمل ايه؟ ببقى كاتبه في ورقه خارجيه تانية، يعني مثلا قبل ما اكتب في الورقه بتاعت الامتحان او ايا كان، يعني قبل ما اكتب في النهائي يعني، لا، انا ببقى كاتبه معايا ورقه مثلا فولسكاب او ورقه من كراسه عادي يعني. ماشي. ببقى كاتبه فيها بالعربي واقوم اترجمها بالانجليزي. تمام؟ وطبعا بغلط في الانجليزي، فاقوم يعني اصفي الجمل وبعد كده اقوم انقلها بقى للاخر، فاهماني؟ بحيث ان انا مش اخبطش، وبحس ان انا ما اكونش في الورقه دي عماله افكر لسه وكده، فاهماني؟ لا، انا اساسا كاتبه في ايساي في ورقه تانية بالعربي ومترجمه الانجليزي مع نفسي، وقمت انا بقى نقلته في الاخر عشان ما نغلطش يعني ونشخبط كتير، ونكون
وايه هدف يعني ايه اللازمه اننا نكتبه بالعربي ونترجمه انجليزي، علشان ما ننساش الافعال المساعده، ما ننساش اللي هي الحروف اللي بتبقى مثلا او ان، فاهماني؟ نبقى مترجمين كلمه بكلمه. تمام. الا بقى لو انتوا مثلا يعني متفوقين قوي او كده، ماشي، انت تخش على طول على الانجليزي، يعني ترجموا على طول الجمله. يعني انا عايز اقول كذا كذا بالعربي، اكتبوها على طول بالانجليزي، مش لازم يعني تكتبوا بالعربي بعد كده تقوموا تكتبوها بالانجليزي، فاهماني؟ يعني حسب، شوفوا انتوا حابين ايه يعني. ماشي. ده بالنسبه للايساي. اخر حاجه بقى اللي هي الترجمه. الترجمه بقى، بصوا انا هقول لكم على طريقتي. تمام. هي مش افضل حاجه طبعا، بس دي انا بحلها مع نفسي في البيت. تمام. وبتجيب نتيجه، يعني بتجيب نتيجه عادي جدا يعني. بصوا طبعا هو اعتقد كلنا بنعملها. بصوا اول حاجه بيبقى انتوا عندكم في الترجمه، سواء كانت مثلا عربي او انجليزي، انتوا طبعا بيبقى عندكم 4 اختيارات. ماشي. فهم 4 اختيارات اهو. فانا بقوم اشوف اول كلمه ما بينهم. انا ما بقراش الترجمه، ما بقراش السطر اللي بيبقى في اول فوق واحد ده، يعني ما بقراش السطر العربي او بالانجليزي اللي هو عايزني اترجمه، لا انا بقرا على طول على الاختيارات، بدخل على طول على الاختيارات، اشوف اول كلمه ما بينهم. دول زي بعض، دول زي بعض، يعني اول كلمه زي بعض في ال4 اختيارات، تاني كلمه زي بعض في ال4 اختيارات، تالت كلمه مختلفه في ال4 اختيارات، يعني في 3 شبه بعض ورابعه مختلفه. الرابعه المختلفه دي لا بشطب عليها، يعني خلاص دي تستبعدوها. كل ما تلاقوا اختلاف في الجمله كل ما تستبعدوها. تمام. انتوا افضلوا امشوا في الجمل لحد ما تصفوا ما بينهم، فاهماني؟ يعني دايما الجمل المتشابهه بيكون في ما بينهم واحده صح. في الاخر هيتفق معاكم على جملتين انتوا شاكين ما بينهم، وجملتين تانيين انتوا استبعدتوهم اصلا. فالجملتين انتوا شاكين ما بينهم دول هتلاقوا فيه كلمه مختلفه، بس كلمه واحده مختلفه ما بين الاثنين، يعني دي كلمه ودي كلمه تانية مختلفه. تقوموا بقى ترجعوا للكلمه دي في السؤال نفسه وتشوفوا معناها ايه، تترجموها بقى او تشوفوا اقرب معنى ليها. تمام. وتشوفوا الادق وتقوموا تختاروه. تمام. ده اللي بعمله، مش بترجم بقى انا البتاع كله واقراه واقوم اشوف، لا انا بدخل على طول على الاختيارات وصف ما بينهم بس. بس على فكره بتجيب يعني بتمشي صح عادي برضه، ساعات بغلط وساعات بجيب صح عادي. بس الصح بقى اللي انتوا وقت الامتحان بجد تعملوه، واللي بعمله فعلا يعني ما بقاش فيه هزار بقى، ده امتحان بقى. ماشي. ان انتوا تعملوا ايه؟ ان انتوا تترجموا البتاع نفسها، يعني تقروا القطعه وتترجموها سواء كانت عربي او سواء كانت انجليزي، وتترجموها وتشوفوا اقرب اختيار ليها او نفس الكلمات اللي موجوده في الاختيارات وتختاروه اللي هو على طول يعني. ماشي. وطبعا ما تنسوش برضه وانتوا بتحلوا الترجمه وتطلعوا الكلمات اللي انتوا مش عارفينها. برضه اي حاجه بتحلوها اول ما تلاقوا كلمات مش عارفينها ما تكبروش دماغكم وتسيبوها، لا انتوا طلعوها وانقلوها في كشكول زي ما قلت لكم، يكون معاكم لتالتة عشان تحفظوا منه او تحفظوه في الاجازه يعني. تمام. تكون كلمات اضافيه. ماشي. عشان يعني يبقى عندنا كلمات اضافيه، ان الكلمات اللي في منهج تالتة كده كده هتتحفظ، فما بقاش انا احفظها من بدري وانا كده كده في سنه هحفظها، يعني انا كده من سنه هحفظها، فانا كده كده بحفظ الحاجه اللي انا هحفظها كده كده، فاهماني؟ لكن الكلمات الاضافيه دي انتوا مش عارفين انتوا تحفظوها، فانتوا يعني ايه دبسوا نفسكم ان انتوا تحفظوها، فاهماني؟ ماشي. طيب دي بالنسبه، انا عارفه انا طولت جدا، يعني خدت تقريبا 8 دقايق وانا عماله اقول لكم على الكلام ده. ماشي. لسه ما بداتش الموضوع اصلا. طيب النهارده انا اسفه بس عشان ايه افهمكم، يعني ان انا لو مش عارفه اعمل فيديو على موضوع السكيلز نفسه فبقولت لكم انتوا تعملوا ايه. ماشي. عشان الكومنت ده جالي وانا مش عارفه اعمل فيديو ومش عارفه اقول ايه بالظبط، فانا قلت لكم اهو ان انتوا تعملوه في كل فرع. ماشي. وبس. وانتوا حلوا كتير يعني في المختصر الكلام ده كله، حلوا كتير ودربوا نفسكم حتى لو بتغلطوا. ندخل بقى في موضوع الفيديو. قبل ما ابدا في الفيديو عايزاكم تقولوا له ايه رايكم في الفيو. تمام. انا عارفه ان انا مغيره الدنيا، انا قاعده في الاوضه يعني عادي، في الصاله يعني. ماشي. فانا حبيت اغير كده. ماشي. فانتوا قولوا لي. وبالنسبه للاضاءه، عشان انا عماله اغير في كل شويه في المكان عشان عايزه اشوف احسن اضاءه، فانتوا قولوا لي ايه احسن يعني مكان اصور فيه وكده، واكتبوا لي في الكومنتات. النهارده بقى هنشرح درس جرامر يونت 11، جرامر يونت 11 اخيرا يعني. فاضل كده درس وخلاص نخلص المنهج. بس جرامر يونت 11 منقسم لحاجتين، اللي هو كويستشن تاج والدرس التاني. تمام. الدرس التاني لما ابقى اذاكره واحفظه كده هبقى اشرحه. دلوقتي اول حاجه كويستشن تاج اللي هو السؤال المزيل. ايه هو السؤال المزيل ويعني ايه سؤال مزيل؟ بصوا الدرس ده انا ما بحبوش من الاخر كده. ماشي. صراحه يعني. بس هو سهل جدا وفيه فهم وفيه حفظ وفيه تريكات كتير جدا جدا جدا. ماشي. فانا هنحاول نلمه طبعا مع بعض. انا الاول حاجه هي التركات الصراحه كلها موجوده في الكتاب، يعني عشان ما اضيعش وقتي ووقتكم هي كلها موجوده في الكتاب بالنص كده. ماشي. فانتوا لازم تقروا من الكتاب، يعني حتى في ناس ما بتحبش تقرا من الكتاب وكده عشان بتحس ان الكتاب بيلخبطها يعني والشرح وكده. بس يعني انتوا ايا كان اللي بتذاكروا منه ملزمه او اي حاجه او مصدر تاني او فيديو، حاولوا ترجعوا تاني للكتاب وتقروا كده، تشوفوا ممكن يكون في معلومه زياده هو ما قالهاش، فاهماني؟ فلازم تقروا الكتاب برضو. فالكتاب عامه هو مجمع كل الملاحظات الصراحه،
انا بقى مش عارفه اشرحها واعيدها تاني، ما هي موجوده كلها في الكتاب، فاهماني؟ فعشان نبقى فاهمين بس يعني في الفيديو ده ان انا النهارده هشرح السؤال المزيل عادي جدا، يعني اشرح الحاجات العاديه، تمام؟ هشرح الدرس نفسه اللي هو مش فاهمه يقدر يفهمه من الفيديو ده. لكن كتركات بقى السؤال المزيل وكده فانا ممكن اعمله في فيديو تاني منفصل علشان ما يبقاش طويل كده، عشان ما يبقاش الفيديو ده يعني طويل وكده. ولو انتوا عايزينه يعني اكتبوا لي في الكومنتات، لان هي التركات اساسا كلها موجوده في الكتاب، ماشي؟ فانتوا ممكن تقروها عادي في الكتاب بدل ما انا اشرحها وكده يعني، ماشي؟ بس لو انتوا مش فاهمينها قولوا لي وانا اعملها فيديو تاني منفصل، يعني ابقى اشرح بقى تريكات السؤال المزيل لو انتوا عايزين، ماشي؟ لو انتوا ما قلتوش في الكومنتات انا مش هعمل، فانتوا شوفوا بقى، عايزه افهم يعني. فانتوا لو عايزين قولوا لي في الكومنتات، لو مش عايزين محدش يتكلم. ماشي؟ بس فالنهارده بقى هنشرح السؤال المزيل عادي جدا يعني. السؤال المزيل اول حاجه اللي هو كويستشن تاج، طبعا ده جرامر يونت 11، جرامر يونت 11. ماشي تمام. اللي هو ليسون 1 و 2. طيب اول حاجه السؤال المزيل ده بيتكون من ايه، او هو بيكون فين اصلا؟ هو سؤال مزيل معنى كده هو بيكون موجود في الاخر، صح؟ فعلا بيكون موجود في الاخر، لان مزيل جايه من كلمه زيل، فاهماني؟ فموجوده في الاخر يعني، هي فعلا سؤال مزيل بيكون موجود في الاخر. طيب ايه التكوين بقى؟ يعني هو بيتكون من ايه؟ قبله حاجه وبعده حاجه ولا ايه؟ اول حاجه بيكون عندي حاجه اسمها جمله خبريه، جمله عاديه جدا، يعني جمله بتتكون من فاعل وفعل، بعد كده كوما، بعد كده سؤال مزيل بقى اللي هو كويشن تاج نفسه، بعد كده علامة استفهام عادية جدا، ان هو سؤال فاكيد في علامة استفهام. طيب السؤال المزيل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون هو سؤال فاكيد انا هسأل بفعل مساعد، او ممكن اسأل بأداة سؤال، ماشي؟ ممكن اسأل بأداة استفهام يعني، بس انا هسأل هنا بفعل مساعد. بعد فعل مساعد هيجي فاعل، ماشي؟ تاني بقى يبقى انا كده عندي اول حاجة جملة خبرية عادي جدا، الجملة العادية اللي بتتكون في الانجليزي من فاعل وفعل، بعد كده كومة صغننه كده، بعد كده سؤال مزيل اللي هو فعل مساعد، بعد كده فاعل. بس هنا فاعل لازم يكون ضمير، يعني هنا في تركية بقى، ما ينفعش اختار فاعل مثلا منا، منى، مريم، جنى، ايا كان اسم مين، ما ينفعش اختار اسم يعني، لا لازم يكون ضمير، لازم اقول هي او شي او ات، مش هينفع اختار اسم خالص، ولا حتى ينفع اقول ماي سيستر، ولا ينفع اقول ماي براذر، لا لازم اقول ماي سيستر اختار شي، لو ماي براذر اختار هي، فاهماني؟ لازم يكون في ضمير فاعل، مش فاعل بس، لازم يكون دقيقين كده، ضمير فاعل، تمام؟ عشان هجيب لكم سؤال بعدها بشويه يعني، ماشي؟ طيب اول حاجه ده التكوين عادي جدا. طيب انا بقى ليه بدرس السؤال المزيل ده، او ايه هدفي من ان انا استخدم السؤال المزيل في جمله، او يعني ليه بستخدمه، هو يعني بيعمل ايه يعني؟ السؤال الغرض من السؤال المزيل هو حاجتين، يا اما اكون بسأل فعلا. هو اساسا السؤال المزيل زي ايه؟ هديكوا طيب جمله عشان تكونوا فاهمين. سؤال زي ده زي انا لو قلت we are late aren't we are late aren't we، يعني بقول ايه هنا؟ متاخرين، اليس كذلك؟ السؤال المزيل دايما ترجمته بالعربي اليس كذلك، يعني مش كده، صح؟ فاهماني؟ معناها كده. طيب انا بقى لما بكون بستخدم السؤال ده ايه هدفي؟ يعني ليه بستخدم سؤال مزيل؟ عشان حاجتين بالظبط، يا اما اكون بسأل مش عارفه الاجابه، يعني مستنيه حد يقول لي يا يا لا، يا اما اكون بكرر معلومه، يعني بقول معلومه عادي جدا، يعني انا عارفه حاجه دي ومتاكده منها فبقولها لكم، فاهماني؟ مثلا يعني لو انا قلت we are late aren't we are late aren't we، انا بقى لو هسأل هقولها ازاي؟ هقول we are late aren't we، يعني احنا متأخرين مش كده، أليس كذلك؟ فانا بقى محتاجة حد منكم يقول لي انتوا فعلا متأخرين، او ممكن تقول لي لا مش متأخرين. ممكن بقى انا اكون بستخدمها كاني بقول معلومه عادي جدا، يعني بقول معلومه، بقول لكم عادي خبر، بقول لكم عادي جدا معلومه، بكرر معلومه. ده مثلا لو قلت we are late aren't we، فاهمني؟ فانا هنا كده بصوا، طب انا هعرف منين برضو هو الشخص اللي بيتكلم قصادي ده، لو انا مثلا بتكلم انجليزي، لا هعرف منين ان هو بهدفه ان هو يسأل ولا هدفه ان هو بيكرر معلومه؟ ما انا هعرف منين برضو؟ مفيش فرق، هعرفها من وقتها من نبرة الصوت او التون نفسه، يعني مش نبرة الصوت، يعني اقصد المدة بتاعت الكلام، فاهماني؟ يعني مثلا انا بقول we are late aren't we، ففي مسافة شوية، انا ما قلتهمش ورا بعض، انا قلت we are late، بعد كده سكت شوية، بعد كده قلت aren't we، فانا كده بسأل، محتاجة حد يقول لي او لا. اما بقى لو انا قلت we are late aren't we، فهنا بقول احنا متأخرين مش كده، فاهماني؟ فانا عارفة ان انا متأخرة، فبقول معلومة عادي جدا، فبتكلم عادي، انا متأخرين مش كده، فعارفة ان انا اصلا متأخرة، فاهماني؟ فدي هنا كده بكرر معلومه لاني قلتها على بعضها، يعني قلتها ورا بعض، ما سبتش مسافه، تمام؟ طبعا هو مش هيسالنا في ده كله عشان ما تشغلوش بالكم يعني، بس عشان تبقوا فاهمين، ماشي؟ بس ده كان هدف يعني من السؤال المزيل. طيب اول حاجه عايزين بقى نعرف
السؤال المزيل ازاي بتكون وكده، وناخد جمل عليها ونشوف ازاي بكون سؤال مزيل. بقى انا هدفي من الدرس ده اطلع من الدرس وانا اعرف ازاي اكون سؤال مزيل. ماشي. اول حاجه طيب الخلاصه كلها عشان ما نخش كتير، الموضوع كله مبني على ان انت تنفي وتشقلب، انفي وشقلب. تمام. طبعا الجمله دي مسروقه صراحه، سرقاها من قناه دروس اونلاين. تمام. هو كان قايلها يعني وكده، فقمت انا خدتها وقلتها. ماشي. فعشان تبقوا عارفين انا مش قايلها من دماغي يعني، عشان للامانه. ماشي. انفي وشقلب اي حاجه بقى عايزين تكونوا اي سؤال مزيل في العالم، انفي وشقلب. طب ثانيه كده، هو لو كانت جمله منفيه اصلا اقوم انفيها؟ عادي، ما هو نفي اثبات. طب لسه هنعرف. طيب بصوا، اول حاجه كده عشان مش عارفه ابدا اقول لكم منين. بصوا، الجمله الخبريه لو كانت مثبته لازم السؤال المزيل يكون منفي. طب لو كانت الجمله الخبريه منفيه، لا، تبقى السؤال المزيل مثبت. يعني دايما السؤال المزيل عكس الجمله الخبريه، دايما الاثنين عكس بعض، ما يعملوهم ابدا ما بيتفقوا مع بعض. تمام. فعشان كده بقول لو كانت الجمله الخبريه منفيه يجي السؤال المزيل مثبت. طب لو كان العكس هيبقوا العكس. فاهميني يعني؟ مش هيبقوا زي بعض، دي مختلفه عن دي، يا مثبت يا منفي، ودي مثبت دي منفي، دي منفي دي مثبت، من الاخر يعني. بقى هو مش لازم يكون كاتب لي كلمه نوت، يعني هو في كام كلمه كده برضو لو جات لي اعرف ان الجمله الخبريه منفيه، علشان كده انا اختار في السؤال المزيل يكون مثبت. مش لازم يكون كاتب لي نوت، يعني عشان مش لازم نوت الوحيده هي اللي تدل لي على انها نفي، لا، في كذا كلمه برضو بتدل على انها نفي. تمام. فناخد بالنا منها. يعني مثلا لو جالي كلمه نو، ما هي نفي. نوت نفي. seldom نفي. كلمة scarcely نفي. كلمة rarely يعني نادرا نفي. كلمة little نفي. أي كلمة من الكلمات دي بتدل على نفي. nobody برضو بتدل على نفي، يعني لا أحد. كمان كلمة اسمها ايه دي، no longer يعني لم يعد، برضو بتدل على نفي. وكلمة never، تمام، خدوا بالكم، برضو بتدل على نفي. كل الكلمات دي اول ما بشوفها، وكلمه فيو تمام بتدل على نفي برضه. كل الكلمات دي اول ما بشوفها مش شرط، يعني هي مش شرط نوت بس او نو بس، لا، في كذا كلمه برضه بتدل على نفي. تمام. فناخد بالنا منها. فلو كانت جمله خبريه بقى فيها الكلمات دي، فانا عارف ان الجمله الخبريه منفيه، فبالتالي انا في السؤال المزيل هختاره يكون مثبت. تمام. طيب دي اول حاجه كده. طب تعالوا ناخد امثله كده عشان نفهم. لو انا مثلا خدت السؤال ده وقلت my brother isn't here، بعد كده بقى نقط، وبعد كده عندي السؤال، فانا هختار does he ولا is he ولا is my brother ولا isn't he قصدي. ماشي. فانا اختار اني ما بينهم. طب هنا قلنا اول حاجه الثوابت بتاع السؤال المزيل، اول حاجه ان ننفي ونشقلب، ننفي ونشقلب. طب انفي ايه بالظبط وشقلب ايه؟ مش فاهمه. انفي الفعل المساعد اللي عندي. انا دلوقتي هدفي في الجمله كلها ان انا ادور على فعل مساعد. انا في السؤال المزيل عشان اكون سؤال مزيل صح اروح للجمله الخبريه واطلع منها سؤال اللي هطلع منها فعل مساعد. تمام. طب لو كانت الجمله عندي ما فيهاش فعل مساعد، لسه هنشوف، هنجيب فعل مساعد عادي جدا، بس لسه هنشوف يعني. ماشي. خلينا واحده واحده. اول حاجه علشان اكون سؤال مزيل لازم اروح للجمله الخبريه اللي هي وراها واطلع منها فعل مساعد يكون مكتوب، وانفيه وشقلبه ما بينه هو وما بين الفاعل عشان يتسأل بيه، عشان اسال بالفعل المساعد بقى لان هو سؤال. فاهماني؟ طيب اتمنى تكونوا فاهميني يا رب. طب ماشي. اول حاجه انا عندي my brother، استنى اشوف تاني السؤال تاني. my brother isn't here. تمام. خدوا بالكم هي اساسا منفيه. ماشي. اول حاجه انا فين الفعل المساعد عندي؟ is، ده فعل مساعد. ايه هي افعال المساعد عشان لو محدش عارفها؟ بصوا، افعال المساعد عشان محدش عارفها am is are was were have has had و must و ought to ومنفع كمان should و shouldn't، كل دي افعال مساعده. وكلمه may و might وكان و could will would، واخر حاجه shall. تمام. طبعا عايزاكم برضو الاحظكم على معلومه برضو، ان لما اجي انا مثلا عندي حاجه وانا هفصلها، يعني عندي تفصيل، عندي كلمات كتير، اجزاء كتير، فانا ما افضلش في كل كلمه والتانيه افضل اقول يعني كذا وكذا وكذا وكذا، لا، انا بقول كذا 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 وكذا. فاهماني؟ يعني مثلا انا عايزه اقول انا هاكل مثلا يعني ماشي سمك ورز وسلطه، فما ينفعش اقول سمك ورز وسلطه، ما ينفعش. انا لازم المفروض اقول انا هاكل سمك رز وسلطه. فاهماني؟ فالوي بتتحط ما بين اخر كلمتين خالص في الحاجه. فاهماني؟ فعشان كده انا قلت ام از ار، فاهماني؟ قلتهم ورا بعض، بعد كده قلت ما بين اخر حاجه وي شال. تمام. دي سواء كانت في العربي او في الانجليزي، يعني لو في العربي هقول وي او في الانجليزي هقول اند طبعا يعني. ماشي. فمعلومه كده يعني ايه في النص. ماشي. فان قلنا دي افعال المساعده. طيب الافعال المساعده
انا كنا بنتكلم في ايه؟ بتكلم ان انا لازم عشان اكون سؤال مزيل لازم اروح للجمله الخبريه واطلع منها فعل مساعد. انا عندي في الجمله الخبريه دي فعل مساعد از، ده فعل مساعد. طب انا اول حاجه بقول ايه؟ انفي وشقلب. انفي وشقلب، انفي اللي هو انفي فعل مساعد وشقلبه ما بينه هو وما بين الفاعل. يعني الفعل المساعد اساسا عندي isn't منفي، isn't فانا هنفي يعني هنفي النفي، فكده هثبته. مش في حاجه بتقول نفي اثبات، صح ولا انتوا مش عارفينها؟ نفي اثبات. مثلا لو انا هقول انا مش هذاكر، ماشي انا مش هذاكر، لكن لو انا قلت انا مش هذاكر معناه ان انا هذاكر، يعني هي مش هتروح مع مش فهيتبقى هذاكر، فانا كده هذاكر. تمام؟ فنفي اثبات دي معروفه يعني. طيب انا كده هنفي isn't يعني هنفيها مرتين فهتتحول تكون مثبته، وكده كده اصلا انا عندي جمله خبريه منفيه، فلازم من غير ما حتى منفي وشقلب والكلام ده كله السؤال المزايد لازم كده كده يكون مثبت، فلازم استبعد الاختيارات اللي فيها نفي، لان انا عايزه اختار حاجه مثبته لان الجمله الخبريه منفيه، وانا قلت دي عكس دي، سواء كانت دي ايه وكانت دي ايه، الاثنين دايما عكس بعض. ماشي؟ فكده انا هتكون مثبته، يعني كده هتكون از. تمام؟ وانا عندي ماي براذر، ما ينفعش اقول از ماي براذر، يعني ما ينفعش اقول في السؤال المزايد از ماي براذر زي ما موجود في الاختيارات، لا مش هينفع اختار ماي براذر. قلت لكم ضمير فاعل مش فاعل اللي هو اسم. تمام؟ لا انا لازم يكون عندي ضمير اللي هو ايه؟ اللي هو اي هي شي ات وي. تمام؟ لازم يكون في ضمير او زي. تمام؟ طيب ماشي. فماي براذر ده مذكر فاكيد هقول هي. تمام؟ فانا هقول از هي. تمام؟ فتبقى اجابه طبعا از هي. يعني التركه في السؤال ده ما ينفعش اختار كلمه ماي براذر، ما ينفعش اختار كلمه براذر لان دي اسم، دي نون، وانا قلت لكم ضمير فاعل، ضمير مش اسم، فلازم اختار هي او شي او ات او اي ضمير يعني. ماشي؟ مش شرط الضمائر دي، بس المهم يكون عندي ضمير مش اسم. تمام؟ ده السؤال الاول معانا. سؤال كمان لو انا قلت هي از نيفر ليت، يعني هو عمره ما كان بيتاخر، هقول ايه بعد كده؟ هي. فانا هختار isn't ولا از ولا hasn't ولا has. طيب اول حاجه انا عندي كلمه نيفر دي من الكلمات اللي بتدل على النفي، معنى كده ان الجمله الخبريه عندي منفيه، معنى كده ان انا في السؤال المزيل هختار مثبت، فكده هستبعد اكيد hasn't وisn't، ما تبقاليش غير is وهاز. طيب انا عندي فين الفعل المساعد؟ اول حاجه بدور على الفعل المساعد، الفعل المساعد عندي از، يبقى انا هسال على طول از. تمام؟ دي جمله عبيطه يعني، ماشي؟ جمله سهله. تمام؟ كمان سؤال لو انا قلت لين از ا كليفر دكتور، ماشي؟ فانا هقول ايه بقى؟ هقول از لين ولا ازنت لين ولا از شي ولا ازنت شي. طيب اول حاجه انا هدور على فعل مساعد، فعل مساعد عندي از. تمام؟ خلاص موجود فعل مساعد، مش لازم اجيب فعل من عندي. طيب انا عندي لين، فانا عايزه لين دي شي، فانا اقول انفي اول حاجه از تبقى ازنت، يعني لين ازنت، وما انا شقلب فتبقى ازنت لين تنفع تتحط، دي اسم انا لازم احط ضمير، يبقى ازنت شي، فطبعا تبقى الاجابه ازنت شي. ماشي؟ السؤال كمان لو انا قلت مثلا شي از ليت، طيب اول حاجه انا عايزه ادور على الفعل المساعد، الفعل المساعد عندي از، خلاص موجود مش مشكله، مش لازم اجيب بقى من عندي، هو موجود اصلا. طيب اول حاجه الفعل المساعد عندي از، فانا اول حاجه انفي وشقلب يبقى از تبقى شي ازنت ليت، اشقلب يبقى شي ازنت تبقى ازنت شي. فاهماني؟ فانا هقول شي از ليت ازنت شي. سؤال كمان لو انا قلت they are having fun فانا هقول ايه؟ فانا اول حاجه عندي فعل مساعد في الجمله الخبريه موجود عادي اللي هو are، they are، فانا انفي they aren't. تمام؟ فانا اشقلب بقى فاقول aren't they، فتبقى الاجابه aren't they. طيب اول حاجه لو سؤال كمان لو انا قلت I can go، طيب انا عندي فعل مساعد اللي هو كان، انفي اول حاجه I can't، كانت الاول I can فانا انفيها هتبقى I can't، اشقلب كانت اي. فاهماني؟ وعايز اسال باي، ايه المشكله؟ ماشي؟ طيب سؤال كمان قصدي لو انا قلت شي ازنت ليت، طب هو اساسا منفي فانا كده هثبته. تمام؟ فهتبقى از شي، يعني اثبته بعد كده انفي بقى، او انفي عادي فهو منفي فيبقى نفي اثبات، فاقوم اشقلبه فيبقى از شي. ماشي؟ طيب دي كانت جمله سهله كده، وكان الفكره عاديه جدا ومباشره، كان الفعل المساعد عندي في الجمله. طيب لو كان جالي بقى سؤال زي ده، استنوا مش عارفه اروح فين، استنوا كده. لو انا قلت I didn't arrive late، did نقط بقى. تمام؟ طبعا هو سهله برضو، ماشي؟ بس هنشوف كده. هختار ايه بقى؟ did هقول you ولا I ولا we ولا my؟ طيب اول حاجه هختار I، لان عادي جدا يا جماعه انا بقول اول حاجه اجيب فعل مساعد هنا فين؟ موجود did،
فهو منفي، فانا هخليه مثبت، وهو حاطط اساسا ديد مثبت، يعني هو مش قايل لي، مش سائلني فيها. طب انا عايزه احط ضمير الفاعل، ضمير الفاعل احط ايه؟ احط موجود عندي، يعني انا اللي عندي لو كان اي احط اي عادي جدا، لو كان عندي كان هي احط هي، لو كان عندي اسم ولد فانا اقوم احطه هي، ما احطش الاسم نفسه، لو كان عندي اسم بنت فانا احط شي، فاهماني؟ فالضمير بيتحط عادي جدا، مش مساله بقى فيها اختلاف او كده، لا هو هنا عندي اي احط اي، فالجمله عاديه جدا يعني، فاقول اي. في سؤال كمان لو انا قلت، ودي بقى بدايه يعني مستوى اعلى، يعني ماشي كل مره بنعلى. لو انا قلت علي went to school yesterday، فانا اقول don't he ولا did he ولا didn't he ولا do علي؟ فانا اقول ايه بقى؟ اول حاجه هاجي ادور على الفعل المساعد في الجمله الخبريه، مش هلاقي ولا ام ولا از ولا ار ولا would، مش هلاقي اي حاجه من دول. هلاقي بقى فعل went. بصوا الدرس ده برضو معتمد على السيمبل اللي هو زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط لما بيكونش عندي فعل مساعد، لو كانت الجمله، يعني لو كانت الجمله عادي في المصدر مثلا I eat، تمام، فانا لو حابه اسال فانا اقوم اختار دو، تمام، يعني طبعا عندي فعل في المصدر فانا اسال بدو او انفي بدون. اما بقى لو كان فعل عندي اخره اس او اي اس او اي اي اس، ماشي، لو كان مع مفرد يعني فانا بختار داز، لو كان مع جمع بختار دو، كان ماضي اختار ديد. فالجمله هنا عندي وينت دي الماضي من الفعل جو، تمام، اللي هو ذهب يعني. طب دي ماضي فانا اجيب منها فعل مساعد اللي هو ديد. طب ضد كده يعني كانت جايه من وينت اللي هي مثبته، جمله عاديه مثبته، فانا اقوم انفيها الناحيه التانيه فتبقى didn't. وانا عندي هنا علي، اقول didn't علي؟ لا، اقول didn't he، فتبقى الاجابه didn't he. فهمتوا بجيب ازاي الفعل المساعد من الجمله الخبريه اللي ما فيهاش اصلا فعل مساعد؟ ماشي، بجيبها من الفعل نفسه، بشوف الفعل، انا عيني على الفعل بقى، لو ما لقيتش فعل مساعد اجيب الفعل المساعد من الفعل. لو كان الفعل ماضي فتبقى did، فيتنفي فيكون didn't، فيكون الناحيه التانيه didn't. لو الفعل كان فيه اس فاختار does، بحيث ان يكون الناحيه التانيه يبقى doesn't. لو كان فعل في المصدر عادي جدا، كان يلعب ياكل، فعل في المصدر ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي اضافات، فاقوم اختار دو بحيث ان هو يروح الناحيه التانيه بقى. في السؤال المداري يكون don't منفي. طيب مثلا سؤال كمان، لو انا قلت he always forgets، تمام، فعل فيه اس اهو، بشوفوا هتعملوا ايه. his homework، فانا هختار فانا هختار ايه بقى؟ اول حاجه كلمه forgets، انا هاجي برضه ادور على السؤال ده، هاجي ادور على جمله خبريه على فعل مساعد، مش هلاقي، فكده ما قدامنيش حل غير ان انا اجيب فعل مساعد من الفعل اللي عندي في الجمله. اول حاجه انا هدور على الفعل forgets اللي هو ينسى، تمام، هو بقى اخره اس، يعني هو مضارع. طب الفعل اللي بيكون اخره اس بختار معاه ايه؟ بختار معاه does، صح؟ فانا عندي هنا he always، تمام، فالجمله هنا عندي مثبته عادي جدا، فانا هجيب بقى الفعل المساعد من الجمله دي اللي هو عندي اول حاجه فعل اخره اس، صح، فاقوم اجيب منه الفعل المساعد يكون does، والجمله مثبته يبقى الناحيه التانيه يكون منفي، فاقول doesn't he. فاهماني؟ هنبدا بقى من دلوقتي كده نعرف الافكار شويه. طب لو انا عندي السؤال ده، لو انا عندي رامي هاز a sister، فنقط هي، تمام، والسؤال عادي، فانا هقول isn't ولا haven't ولا hasn't ولا doesn't. طيب اول حاجه انا هاجي ادور على فعل مساعد في الجمله الخبريه عشان اسال بيه، فانا هلاقي هاز، فاقوم انا على طول اختار hasn't تكون منفيه، وكده على طول خدت صفر كبير، يعني السؤال غلط كده، انا غلطت في السؤال. ليه؟ مش انت قلتي نختار فعل مساعد اول ما الاقيه؟ طب ماشي، انا عندي هنا فعل مساعد، ده مش فعل مساعد، ده الفعل هنا جاي بمعنى يملك. اصل يعني ايه فعل مساعد؟ يعني فعل يكون بجانب فاعل، فاهمني؟ يعني مثلا انا ممكن اقول I can do مثلا my homework يعني، ماشي، فانا اقدر اعمل واجبي، تمام، فانا عندي كده فعلين في الجمله، فعل اساسي اللي هو do، ده فعل اساسي في الجمله وبيكون ليه معنى. اما كلمه كان ده فعل مساعد، فعل بيساعده، فاهمني؟ لكن مفيش فعل مساعد بيكون لوحده في الجمله كده، يعني مينفعش اقول I does مثلا كذا homework does، دي هنا مش جايه فعل مساعد، دي جايه فعل اساسي، ماشي، جايه هنا فعل اساسي بمعنى يقوم، بس مينفعش بقى I does، اسمها I do، فاهماني؟ عشان I بياخد do يعني اكيد، ماشي، ف I do مش معنى كده ان do دي فعل مساعد، تمام، معناه ان هي دي فعل اساسي في الجمله، لان مفيش فاعل تاني. اصل انا عشان احط فعل مساعد لازم يكون معايا فعل تاني علشان اساعده، وانا هساعد فعل ايه؟ فاهماني؟ فلازم عشان يكون فعل مساعد لازم يكون في فعل جنبه على طول، دو ايت ياكل يلعب يجري ينام يشرب اي حاجه. فانا هنا لما اجي اقول رامي هاز اسيستر، فمينفعش هاز دي تكون فعل مساعد، اصل لو انا هقول ان دي فعل مساعد، ما هو فين الفعل الاساسي؟
فهي هنا بقى فعل اساسي في الجمله، جايه بمعنى يملك. تمام. هو رامي بيملك اخت، يعني هو عنده اخت. ماشي. طيب دي فعل عادي جدا، فعل هاز، فعل عادي جدا، بس هو اخره اس، صح؟ مش احنا قلنا الافعال اللي بيكون اخرها اس بنختار الفعل منها does، صح؟ طب والجمله هنا مثبته، فاقوم اوديها الناحيه التانيه منفيه باللي هو does، يبقى doesn't. فاهمني؟ طيب جمله كمان مهم. طب ازاي انا اعرف التركه دي؟ اعرف الفكره دي تريك برضو، انا ممكن هاز دي افتكرها امتى اعرف ان هاز دي فعل اساسي بمعنى يملك، ولا جايه بمعنى فعل مساعد اللي ملوش معنى اصلا؟ اصل هي لو هاز دي جايه كفعل مساعد ما بيكونش ليها معنى. طيب علشان اعرف ان الفعل هاز دي فعل اساسي واختار داز، اعرفها امتى فعل اساسي؟ لو ما كانش وراها فعل، هي الفعل الوحيد اللي في الجمله، زي الجمله دي. ماشي. فهتكون هي الوحيد الفعل اللي في الجمله. اما لو كان جاي كلمه هاز بعد كده تصريف تالت، هاز ايتن، هاز والتصريف التالت عامه، او هاف والتصريف التالت عامه، او هاد والتصريف التالت عامه، فانا اقوم اسال بيه بقى. لو كان عندي هاز والتصريف التالت فانا اسال بهاز. لو كان عندي هاف والتصريف التالت فانا اسال بهاف. لو كان عندي هاد والتصريف التالت فانا اسال بهاد. تمام. المهم يكون عندي فعلين. طالما عندي فعلين اسال بالاولاني اللي هو هاف او هاز او هاد حسب المكتوب لي. لكن لو كان عندي هاز بس او هاد بس او هاد بس على حسب بقى. لو هاز بس اسال بدز. لو هاد بس هاد. ماشي. هاد اسال بدد. لو هاف اسال بدو. يا رب يكونوا بتسجلوا اللي انا بقوله، يا رب. طب سؤال بقى عشان نطبق على المعلومه دي. لو انا قلت علي هاز بوت ا نيو كاميرا نقط هي، طيب انا عايزه اطلع فعل مساعد. هل انا عندي فعل مساعد في الجمله علشان اسال بيه، ولا اجيب فعل من عندي؟ انا عندي فعل مساعد. مش انا قلنا هاز والتصريف التالت المهم يكون عندي فعلين، فانا اسال بالاولاني اللي هو ايه هاز، يبقى انا اسال على طول الناحيه التانيه بهاز. طب انا عندي جمله دي مثبته، فانا اقوم انا فيها الناحيه التانيه فتبقى هازنت، فهازنت هي على طول بس. طيب بصوا بقى في السؤال ده في برضه تريكه. انا اختار، ما انا ممكن اختار بي وسي مع بعض. ليه ما اخترتش بي وسي مع بعض؟ لاني دايما في السؤال المزيل لما بحب انفي بنفي باختصار، ما بنفيش واقول هاز نوت او هاز نوت. اسمها نوت، مش ما اسمهاش نوت، اسمها نوت. عارفين اللي هو المكسرات اسمها نوت، هي بتنطق كده برضه، ما بنقولش نوت. ماشي. فهي لازم نختار اللي هي ابوستروف ان ابوستروف تي. دايما في السؤال المزيل لما بكون بنفي باختصار، ما بنفيش واقول نوت. لازم يعني يكون نفي مختصر. ماشي. طب اخر سؤال وخلاص نخلص الفيديو. لو انا قلت my sister not hard doesn't she، فهو بقى عكسها، هو بيسألني في الجملة الخبرية نفسها. هو كاتب في الجملة في السؤال المزيل doesn't، فمعنى كده ان انا هختار فعل في الجملة الخبرية اخره اس، فهختار works. ماشي. طيب سؤال كمان. لو انا قلت my sister not hard does she، يبقى هو كده جايب لي السؤال المزيل مثبت، فمعنى كده ان انا هختار في الجمله الخبريه فعل اخره اس ومنفي. طب الفعل اللي بيكون اخره اس بيتنفي بايه؟ بيتنفي ب doesn't، فاقول doesn't work. فاهمني؟ فتبقى الاجابه doesn't work. طيب باقي بقى التركات بتاعت السؤال ده لو انتوا حابين ان انا اقولها في فيديو جاي اكتبوا لي في الكومنتات وانا هبقى اعملها اول ما اخلص يعني اللي ورايا وكده. ولو مش حابين خلاص مش لازم تكتبوا. ماشي. هبقى انا بقى ادخل على الدرس اللي بعده وابقى اشرحه لما ابقى اذاكره يعني. ماشي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. اشوفكم في فيديوهات تانية جديده. سلام.